شايفين المنظر عامل ازاي يا جماعة؟ زي اللي بتشتروه من عربيات الشوارع بالظبط او من محلات. ومين قال ان بلح الشام مش بيتعمل غير في رمضان؟ لا، كل يوم بنشوفه. في سوريا بلح الشام بلد الاصل طبعا، في العراق الدطلي العراقي المميز، وعندنا في مصر بنحضره بطريقتنا المميزة برضو بلح الشام. في تركيا الطلمبة برضو بيحضروه بطريقتهم المميزة، وفي السعودية كمان يسموه طرمبة. هو بلد الاصل شامي، لكن كل بلد خدته وعملت حاجة مميزة ليها. وفي دول اخرى طبعا بتعمله. اكتر شعب بيحب الطريقة دي او مميزة عندهم اكتر هو الدطلي العراقي، طبعا عرفتوه. بتتعمل بطريقة مميزة وبطريقة سهلة وبسيطة ومن غير بيض. انتوا متخيلين منظره عامل ازاي من جوه؟ عامل زي صوابع الزينب كده، مقرمش من بره وبيكون مليان عسل ومرمل قوي من جوه زي ما انتم شايفين. نزلت لكم الطريقة باختصار في التيك توك والانستجرام، ولازم تسمعوا الفيديو ده من الاول للاخر علشان كل خطوة بقول فيها معلومة متأكدة هتفرق معاكم قوي. هنحط اول حاجة 3 كوبايات من السكر، وخلينا متفقين ان عسل بلح الشام بيكون تقيل وبارد، فعلشان برضو المشكلة اللي بتواجهكم ان العسل بيسكر معاكم لما بتكون كمية السكر كتير عن المية لازم يسكر. فانا هقول لكم هتعملوا ايه. هتحطوا 3 كوبايات من السكر وكوبايتين ونص من المية ورشة بسيطة من ملح الليمون علشان خاطر بتمنع التسكير برضو، وفي نفس الوقت لو حطيتوا رشة كبيرة هيمرر معاكم، فلو في البيت حطوا عصير ليمون افضل. وهنقلبه على البارد لحد ما تلاقوا كده ان السكر داب شوية، بس ما نجيبوش على الجوانب. نرفعه على نار تكون عالية في البداية لحد ما يبدأ في الغليان، وبعد كده بنهدي ل 12 دقيقة. ملاحظين ان انا ما استخدمتش عسل جلوكوز اصلا، اللي هو اهم مكون في الشربات كله زي ما بيعملوه المحلات، بس عشان كده انا ظبطت لكم المقدار علشان ما يسكرش. ومعظم الفيديوهات تقول 3 كوبايات من السكر وكوبايه ونص من الميه، ده للعسل التقيل. وانا جربت كده كتير يا جماعه بس طلع مسكر مني. ليه؟ لان كميه السكر كبيره قوي على الميه. ونسمع نصايح كتير حطوا السكر الاول وحطوا الميه الاول واعملوا الحاجات دي، لكن في الاخر برضو بيسكر. هقول لكم ليه من الخلاصه. طول ما السكر ضعف الميه اعرفوا ان هو هيسكر. ليه؟ علشان كده انا النهارده قلت لكم 3 كوبايات من السكر وكوبايتين ونص من الميه، يعني الميه معقوله بالنسبه للسكر. ملاحظين دلوقتي اللي انا عماله ماسكه الفرشه وبالميه وعماله انزل السكر اللي على جوانب الحله، لان ده مهم برضو بيخلي ان العسل يسكر. بعد 12 دقيقه طفيت عليه وهنحطه في بوله كبيره كده، هنسيبه ليله كامله. ليله كامله علشان يتقل ويبرد براحته. كمان لما كنت انا ببيع البلح الشام ده كنت بعمله ازاي؟ كنت بحط كيلو سكر عليه 2 كيلو عسل جلوكوز. متخيلين الجراكن الكبيره دي؟ وكان بيطلع معايا زي بتاع بره بالظبط. تاني يوم كان بيبقى معايا برضو لامع، بتقلل السكاره وكمان بتمنعه من التسكير. صدقوني يا جماعه المعلومات دي خبره سنين كتير جدا من التعب مع البلح الشام ده عشان كان بيسكر معايا، فالمعلومات دي مش هتلاقوها في اي مكان. المهم هنجيب في بوله تانية بقى نحضر المكونات الجافه، عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، نص كوبايه من سميد البسبوسه، ومعلقه كبيره من النشا، ورشه بسيطه من الملح والنشا علشان تديه القرمشه. كمان في تركيا وفي العراق بيحطوا السميد، احنا عندنا في مصر مش بنحطه. وهنضيف كمان رشه بسيطه من الفانيليا البودره. المكونات السائله بقى في حله تانية، كوبايتين ونص او لا كوبايتين وربع من الميه، وعليهم نص كوبايه من الزيت، ومعلقتين ونص من السكر، ومعلقه كبيره من الزبده. نفس مكونات عجينه الشو او الاكلير مثلا اللي بنعمله. وبلح الشام العادي بنحط له زيت مش بنحط له زبده. الزبده برضو علشان تدي طعم حلو للعجينه. هنرفعها على نار تكون متوسطه لحد ما الزبده تدوب معاكم. واول ما الخليط بيبدا في الغليان بنطفي عليه. بعد كده بنحط المكونات الجافه اللي احنا عملناها. عند الخطوه دي بقى وبعد ما بنقلب كده كنا بنحط بيض في الطريقه الاصليه، طريقه بلح الشام الاصلي في مصر والشام، لكن النهارده هنعمله من غير بيض. والبيض ده بيسبب مشاكل كتير، في ناس ما بتعرفش تظبط العجينه ويفتح معاها في الزيت، وكمان الزيت يفور منكم. فجربوا العجينه دي وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه من اول مره. شوفوا قوام العجينه بقى عامل ازاي، بقت متماسكه جدا. وانصحكم تقلبوا بمعلقه خشب او بسباتيولا، بس المهم ما تكونش بلاستيك لان العجينه هتكون تقيله عليكم. بنسيبها دقيقتين 3 كده على الرخامه زي ما انتم شايفين. ايديا ما كانش مستحمله السخونيه بتاعتها. بعد دقيقتين حطيتها على الرخامه برضو كانت سخنه شويه، بس ان انا اقدر احط صوابعي فيها، وفضلت اعجن فيها كده لحد ما العجينه تلاقوها بقت ناعمه، لان المعلقه طبعا مش هتقلبها بشكل كويس، فلازم نعجن فيها كده لحد ما تكون ناعمه جدا. الطريقه النهارده ممكن ناس كتير تستغربها بالنسبه للمصريين لان احنا مش متعودين نعملها زي ما قلت لكم في الاول كده. احنا بنحط عليها بيض، طريقتها بتكون ولونها غير كده تماما، بس عاوزاكم تجربوها بالطريقه دي ومش هتعتمدوا غيرها. ده بالنسبه للتب اللي انا هستخدمه. خدوا سكرين شوت، هو رقمه 195 وحجمه صغير. انا عاوزه اعمله زي الدطل العراقي بالظبط. بعد كده استخدمت الكيس الحلواني القماش نفس اللي بيستخدموه في المحلات لانه بيستحمل تقل العجينه سواء عملناها ببيض او من غير بيض. ولو مضطرين تستخدموا الاكياس اللي هي البلاستيك حطوا كيسين 3 لان العجينه زي ما
انتم شايفين تقيله جدا، حتى انا ماسكه كميه صغيره من العجين وبرده بضغط عليها بكل صعوبه. ليه؟ لان طبعا العجينه تقيله زي ما انتم شايفين، فعشان كده بنحط كميه صغننه جدا من العجينه، مش بنحطها كلها، وبنضغط على جزء صغير زي ما بنشكل بلح الشام عادي. وبتلاقوا الكيس ده متوفر في محلات مستلزمات الحلويات، بتشتروه عادي علشان تعملوا بيه الاكلير، تعملوا بيه البسكوت، تعملوا بيه بلح الشام، بتخلوا له العجائن الكبيره دي. النار بتكون فوق المتوسط، مش نار هاديه ولا نار عاليه. اول ما بتنزلوا البلحه كده بتلاقوها بتبقلل الزيت، او الزيت بيبقلل كتير، بس مش اول ما تنزل تاخد لون ذهبي غامق من غير ما تستوي من جوه وبعد كده تلاقوها عجين. لا، الحراره بتكون فوق المتوسط وتاخد 5 دقايق معاكم كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. بعد ما حطيت كميه حلوه على قد الطاسه اللي انا مستخدمه فيها، ما بتحطوش كتير قوي، ما يبقاش فوق بعضه كده، علشان كل حبات البلح كده تاخد لون ذهبي جميل. انا فضلت اقلب فيها بعد ما مسك نفسه، وكمان مش بياخد اكتر من 5 دقايق، علشان لو اكتر يبقى هو عمال ينشف في الزيت، هيحجر معاكم ومش هيشرب العسل اصلا. 5 دقايق وهتلاقوه احمر زي كده. طبعا النار فوق المتوسط يبقى معناه ان هو ياخد لون بسهوله، يعني مش هياخد وقت كتير. اول ما بياخد اللون الحلو ده بنطلعه ونحطه في الشربات اللي هو الوسط او الشربات التقيل، ينفع الاتنين. اهم حاجه بس الشربات ما يكونش خفيف زي شربات البسبوسه. شوفوا ما شاء الله، اول ما بحطه كده بسيبه 5 دقايق عشان يتشرب الشربات كتير. طيب احنا مش عاوزينه مليان عسل، حطوه دقيقتين وطلعوه على طول. في الوقت ده انا كنت طفيت على الزيت علشان كان حمي قوي او بقى سخن قوي، ما ينفعش نقلب فيه وهو سخن جدا علشان ما تنزلش تاخد لون قوي جدا وتنحرق. في الوقت ده سيبوا الضطلي او بلح الشام يشرب العسل كويس، وشكلوا باقي الكميه وارجعوا افتحوا على الزيت تاني ونقلي الدفعه التانيه. شوفوا منظر البلحه عامله ازاي يا جماعه، منظرها بجد يغري، اكنكم شارينها من بره بالظبط. واكيد ما ننساش نصفي البلح او الضطلي من العسل كويس جدا علشان ما ياخدش عسل زياده. بعد ما بتقلوا القليه الاولى بتظهر رواسب سودا زي ما انتم شايفينها كده، بتظهر من العجين، فلازم تشيلوها علشان ما تاثرش على الدفعه التانيه. شايفين اول ما بنزل في الزيت لا العجينه بتتفتح ولا الزيت بيفور مني ولا اي حاجه. كل المشاكل اللي كانت بتواجهكم في بلح الشام الاصلي جربوها بالطريقه دي، وكمان طعمه بجد يا جماعه مميز. اللي عارف طعم صوابع الزينب اللي بتكون مقرمشه من بره ومعسله كانها بسبوسه كده من جوه هيحب الطريقه دي. لازم تجربوها وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مره. اهم حاجه تستفادوا منها من الفيديو ده هو الشربات ازاي تظبطوه، علشان خاطر هو اللي هيطلع لكم الحاجه حلوه او الحاجه مش ناجحه. علشان لو سكر معاكم طبعا هتطلع معاكم مش حلوه جدا، فحطوا عسل جلوكوز لو متوفر عندكم، علشان لو هيفضل عندكم تاني يوم تالت يوم فتفضل بنفس اللمعه بتاعتها. لو مش متوفر عادي اعملوه زي ما عملتوا كده النهارده، بس خلصوه في اول يوم علشان خاطر تاني يوم هتلاقوه انطفى من جماله. بجد يا جماعه فضلت اصور فيه كتير جدا لان انا مش مصدقه، بجد شكله يجنن كاني شاريه من بره. بص الطريقه دي مشهوره قوي في العراق، بيعملوها بالتقديم ده. يعني انا عندي استعداد اعمل كل الشكل او كل الكميه بنفس الطريقه دي، بس كانت هتطلع معايا كميه صغيره، فعلشان كده عملت الصوابع وعملت برضو دوائر. شويه نصائح هقولها لكم تطلعوا منها من الفيديو ده علشان مهمه جدا. اول حاجه الشربات لازم يكون وسط او تقيل. لو بيطلع معاكم تقيل وبيسكر معاكم فاعملوه وسط المتوفر عندكم، وجربوه بكميه الميه اللي انا قلت لكم عليها النهارده دي علشان ما يسكرش معاكم. حطوا عسل جلوكوز لو متوفر، وما تقلقوش خالص علشان ما حطيناش بيض هيطلع مكتوم والكلام ده، لا هو بيطلع جميل جدا زي صوابع زينب بالظبط. وعلشان المصداقيه في دول كتير بتعمله، يعني بيكون مميز عندهم برضو زي السودان وايران والسعوديه زي ما قلت لكم، ولكن هو في الاصل شامي، وكل دوله زي ما قلت لكم بتاخد الحاجه وتحط نكهتها المميزه. عاوزاكم بقى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لان تعبت فيه وقلت لكم معلومات مش هتسمعوها في اي مكان تاني. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.